واحنا دا نقرا الموازنه مال 2015 هسه اكو مكتبي، انتبهوا على هذه خطره، هذه مكتبي نواب رئيس الجمهوريه، اثنين من عندهم، احنا ما نريد نذكر اسماء، ايش قد خالين حتى يأثثون مكتبهم؟ 23 مليار دينار تأثيث، 23 مليار دينار. أحد الوزراء أيضا هسه ما راح أذكر اسمه، بس بعدين أضطر راح أذكر أسماء، ضيافته بالأوراق راح أعرضها أنا على الفضائيات، الأسبوع الواحد 25 مليون دينار، يعني بالشهر ايش قد؟ 100 مليون دينار ضيافة، شاي وقهوة، مكتبه الخاص. المطعم يعزم ناس، مطعم صمد وغير مطاعم، أنا عندي الوصولات حقيقة، 13 مليون وكسر بس غدا وعشاء وهش. زين أنا بالشهر ايش قد يصير عندي؟ 220 مليون دينار أسبوع واحد مسوي إعلانات بالجرايد، 220. إذا ضربة في شهر ايش قد يصير؟ 880 تقريبا. سيارات مشتري بمليار و424 مليون. في موازنة 2014 في بدايته، طبعا قسم من المسؤولين ترى مقاري من أنا حكيت هذا الرقم استغربوا، والبعض اجوا مسؤولين كبار في الدولة وما أريد أذكر أسمائهم، قالوا ليش دكتورة ماجدة أنت تقولين أكو أكثر من 6000 مشروع متلكئ قيمته 228 تريليون الدولة خسرت. لاحظ الرقم 228 تريليون. قالوا دكتورة احنا مستغربين من جبتي هذا الرقم، قلت الظاهر انتم ما تقرون، مو هذه موجودة بداية موازنة 2014، ما يقرون، ما يعرفون القصة شنو هي. أكثر أنا معلوماتي الحقيقية 9000 مشروع، لكن عموما مذكور بالموازنة أكثر من 6000 مشروع. شو يسوون ذولا؟ العقد بين المسؤول وبين المقاول، يقول له تعال أخذ 25% من العقد، 30 من العقد، هو هذا المتعاقد مع المسؤول، هو قرايبه، ابن أخته، ابن خاله، أحد، يعطيه 30% من العقد ويروح. لا أكو مشروع، والمشاريع وهمية. شفتوا مشروع أنتوا؟ شفنا احنا بالعراق مشاريع. إذا موازنة الاستثماري أنا أعطي فلوس بس ماكو مشروع.